عمرك جه في خيالك ان القهوة التركي اللي الناس بتشربها كل يوم عشان تفوق وتعرف تشتغل وتفوق لما تصحى من النوم، او لو انت ما بتشربش قهوة تركي وبتشوف الناس بتشرب قهوة تركي قدامك وانت مالكش فيها؟ طب انت عمرك عرفت ان القهوة التركي دي كنز من كنوز التخسيس؟ تعال اقولك في الفيديو ده ازاي تستخدم القهوة التركي في التخسيس وتتجنب ضررها، لان ليها اضرار وليها فوائد. في الفيديو ده هعرفك ازاي تستخدم القهوة عشان تخس وتعلي مستوى الحرق عندك جدا وتتجنب اضرارها، تاخد احلى ما فيها من الاخر. اهلا وسهلا بيكم في قناة معلومة صحتك. لو اول مرة بتتفرج علينا، سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقة بننزلها جديدة، ولايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. القهوة التركي مشروب غني عن التعريف، انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة في مصر والوطن العربي. في قهوة خضراء، في قهوة عربي، في اسبريسو، في حاجات كتير. بس الأكثر انتشارا ما بين الناس والأكثر مزاجا بصراحة القهوة التركي. لكل عشاق القهوة التركي أو اللي ما بيشربش قهوة تركي الفيديو ده مهم ليهم جدا. لكل واحد عايز يخس ومدمن قهوة تركي الفيديو ده مهم. اول حاجة تعالى نعرف فوائد القهوة في التخسيس. ازاي القهوة بتخسس؟ اول حاجة القهوة بتساعد جدا على سد الشهية، واكيد كل اللي بيشربوا قهوة عارفين، واللي ما بيشربوش يشربوا ويجربوا يقولوا لي القهوة عملت معاكوا ايه. القهوة بتسد الشهية بشكل فعال جدا. ثانيا، بتزود جدا معدل حرق الدهون. ثالثا، بتديك طاقة وباور بشكل غير طبيعي قبل اي اداء تمارين رياضية. طبعا انت لو عايز تخس وبتعمل حمية غذائية، شيء اساسي الرياضة. فانت لو شربت فنجان قهوة قبل ما تمارس الرياضة بتاعتك، حتى لو الرياضة دي كانت مشي لمدة نص ساعة في الشارع، هتديك باور غير طبيعي. رابع حاجة، تحد جدا من ظهور السلوليت او السيلولايت زي ما الناس ما بتقول. ليها فوائد كتير قوي، بس دي الفوائد اللي تخص التخسيس. طبعا ده غير رفع كفاءة التفكير والتركيز، وان هي بتأخر امراض الزهايمر وبتحد منها بشكل ايجابي وبشكل كبير جدا. لكن مش هنتعمق في فوائد القهوة العامة، احنا بنتكلم عن فوائد القهوة للتخسيس. وطبعا دول 3 فوائد مهمين جدا لأي حد عايز يخس: معدل حرق عالي، سد شهية، بتدي باور جدا قبل التمرين. عليك بقى ان تتخيل مشروب فيه كل المميزات دي وكمان مفهوش سعرات حرارية، ولو كان بيحتوي على سعرات حرارية تبقى قليلة جدا. مشروب بيسد الشهية، بيعلي مستوى الحرق بشكل فعال جدا، بيديك باور قبل التمارين الرياضية اللي انت بتعملها علشان تخس، وبيعلي طبعا مستوى كفاءة التفكير والتركيز، حاجات كتير جدا. بس احنا بنتكلم الجزء اللي يخص التخسيس. وكل ده والمشروب ده مفهوش سعرات حرارية، ولو كان بيحتوي نسبة قليلة جدا تكاد تكون معدومة. طيب ازاي بقى استخدم القهوة في التخسيس، وايه الشروط اللي لاقيها في القهوة دي واعملها علشان اخس؟ هو ده اهم سؤال في الحلقة. اهم حاجة جودة البن نفسه، جودة نوع البن نفسه. طبعا في مطاحن كتير اوي بتبيع بن، وفي براندات اسامي بتبيع بن. مش معنى كده انا بقولكش ما تروحش تشتري من اي محل بن صغير، لا، لو انت واثق فيه وواثق ان البن ده ما بيخلطهوش اي حاجة. الناس اللي بتشرب قهوة كتير اكيد فاهمة انا قصدي ايه. معظم البن اللي بيتباع في السوق اللي من دول مغشوش، بيتخلط عليه حاجات تانية. فاحنا يا اما ننقي علامة تجارية مضمونة، يا اما اكون بتعامل مع حد موثوق منه عشان جودة البن نفسه. تاني حاجة درجة التحميص، دايما اتجه للتحميص الخفيف اللي هو يا الفاتح، ولو انا مايل ان انا اشربه غامق شوية يبقى اشربه وسط، الغامق ابعد عنه تماما. تالت حاجة السكر، ابعد عن القهوة اللي بسكر زيادة او محطوط عليها سكر. طب انا ما بعرفش اشربها كده وطعمها بيبقى مر. على فكرة مزاج القهوة اصلا في ان هي تكون سكر قليل جدا او من غير سكر. لازم تحس بطعم القهوة ومرارتها علشان تعمل لك المزاج اللي احنا بنتكلم عليه، وتديك التركيز وتديك
نفس اهميات وفوائد التخسيس اللي انا بقولك عليها. والا لو انت بتشربها بسكر كتير يبقى انت ضيعت الفايدة اللي احنا بنتكلم عليها وعلى كنز من كنوز التخسيس زي ما قلنا. طب انا ما بقدرش اشربها كده. على فكرة انا واحد من الناس كنت بشرب القهوة دي سكر زيادة. مع الوقت وصلت ان انا اشربها ربع معلقة سكر فقط لا غير، ولقيت فعلا فرق شاسع، حتى الطعم مختلف في بقي. الحاجة اللي بعد كده المواعيد، واشرب قد ايه. المواعيد، ما تشربش قهوة نهائي بعد الاكل مباشرة. اشرب قهوة مرتين في اليوم، حد اقصى 3، حد ادنى 1، المتوسط 2. دايما ما تشربش قهوة ولا على الريق ولا بعد الاكل مباشرة. وطبعا تجنب انك تشربها من بعد المغرب، علشان انت لو بتنام بدري نسبة الكافيين اللي فيها ما تفوقكش وتعمل لك ارق بالليل. فليك كوبايتين من غير سكر او ربع معلقة سكر، ويفضل يكون لأ. والمواعيد، ولا بعد الأكل مباشرة ولا على الريق. النقطة الأخيرة بقى معايا، أو النصيحة المهمة جدا، اشرب مية بعد القهوة. بعد ما تشرب فنجان القهوة اشرب وراه كوباية مية. أن تكونوا استفدتوا معايا في الحلقة. ولكل الناس اللي بتشرب قهوة تقولي تحت انت بتشربها ايه، سكر زيادة ولا مظبوط ولا سادة. ولو حد استخدمها في التخسيس قبل كده برضو يكتب لي تحت يقول لي عملت معاه ايه. واشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.